طيب نيجي بقى لحوار مدير الكوره. حضرتك كنت هتمشي سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ زي الزفت، وحش 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 كوخه سيد عبد الحفيظ، مفيش مشكله. جبت مكانه خالد بيبو كيوتا، قاعد ناقص يمسك مصاصه بره كده ويقعد يمص فيها طول الماتش، ولا شاغل باله باللي بيحصل اصلا، ولا داري بالدنيا اصلا. خالد بيبو. طب ما ينفعش خالد بيبو، هنجيب محمد رمضان. طب ما ينفعش محمد رمضان بالبنطلون الضيق بتاعه، هنروح نجيب محمد شوقي نخليه تحت ايد محمد رمضان. طب ما ينفعش، لا احنا هنجيب بقى محمد يوسف نخليه هو مدير الكوره، ونخلي محمد شوقي يمسك مع عماد النحاس المدير الفني. طب ما ينفعش، لا احنا هنخلي محمد شوقي هو مدير الكوره. طب ما ينفعش، هنخلي محمد يوسف بقى هو مدير الكوره ومدير الرياضي ومدير كل حاجه في النادي. ليه؟ سيد عبد الحفيظ زعلك في ايه؟ حرقك فيه سيد عبد الحفيظ، عمل لك ايه سيد عبد الحفيظ؟ اقسم بالله ما كان فيه لا انضباط ولا ادب ولا رجوله في النادي غير بعد ما سيد عبد الحفيظ مسك الفرقه. انت شفت على ايه سيد عبد الحفيظ ده العز اللي ما حدش شافه. سيد عبد الحفيظ ده حرفيا جاب لك دوري 2019 من تحت وهو قاعد على الدكه، من غير ما يلعب كوره ومن غير ما يعمل اي حاجه، مع انك كنت بتقدم اسوأ اداء تاريخي يمكن في تاريخ النادي. سيد عبد الحفيظ وهو قاعد على الدكه جاب لك الدوري لحد عندك. انت بقى بعد سيد عبد الحفيظ عملت ايه؟ عمال تخبط في تخبط وهبل في هبل وعبط في عبط، عمال تجيب يمين تودي في شمال ومحدش فاهم لك حاجه. انت بتعك الدنيا ليه؟ مش عارف تمشي كويس شويه؟ طب ما كان عندك الجهاز كويس والجهاز ماشي كويس وكل حاجه ماشيه زي الفل. لا، لازم تجيب حبايبك حواليك، لازم تجيب الحاشيه بتاعتك حواليك. كل واحد راح طبل لك شويه في الانتخابات لازم يجي وياخد حته من التورته. يفهم ايه خالد بيبو عن الاداره، ولا محمد يوسف يفهم ايه عن الاداره؟ ده راجل مدير فني. يفهم ايه عن مدير الكوره اصلا؟ هو مش مدير الكوره، ده المفروض يكون دارس ويكون فاهم هو بيعمل ايه وايه مهامه وايه وظايفه وايه اللي المفروض يتحكم فيه وايه اللي ما يتحكمش فيه، وامتى يقوم يقف على الخط وامتى ما يقفش يقف على الخط. يعني انت بتعك، بتجيب يمين في شمال من فوق لتحت واي هبل. يا كابتن الدنيا ما بتمشيش كده، يا كابتن اسمع للجمهور. والله العظيم حوار الحاشيه بتاعك ده ما هينفعك. لما تقع الجمهور هو الوحيد اللي ممكن يشيلك وممكن هو اللي يخسف فيك الارض. انت عمال تهبل وتعبط، اللي بيحصل ده هبل وعبط. دمرت فرقه الكوره، طب مستني ايه؟ حتى فرق الصالات مش باحسن حال. انت عايز تعمل ايه في النادي طيب؟ ما احنا عايزين نفهم والله. بس انت كده جايب لنا مدير فني 7 ماتشات لحد دلوقتي، خسر ماتشين، تعادل 4، كسبنا ماتش واحد. مفيش مدير فني جه في تاريخ الاهلي عمل نتائج المزريه دي. اتحرك قبل ما الموضوع يبوظ اكتر من كده، اتحرك قبل ما الفصل يقع في الراس، رجع سيد، اعمل اي حاجه.